بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم جيتكم فيديو جديد. يويو تونسي زمني، جو دي بيان اللي هو زمني بدون أي إضافات، لا حليب ولا كريم فريش ولا كريم ليكيد ولا ياغورت طبيعي. بالنسبة لليويو هذايا هو الزمني اللي تعملوا أمي وأماتكم وجدتي وجداتكم. بالنسبة للمقادير لهنا نستحقوا 250 غرام فرينة، بيضة بحرارة الغرفة، 50 مليلتر ماء عطرشية، كيس سكر فاني، مغرفة صغيرة خميرة مرطبات، هذه المغرفة اللي كيلت بها، 50 ملي زيت نباتي، و50 غرام سكر حبيبات. تنجموا تنقصوا حتى ل30 35 غرام إذا كان متحبوهوش اليويو يجيكم حلو برشا. لهنا ناخذ البول متاعنا، نحطوا البيضة، نحطوا معاها السكر، ونحطوا معاها ماء العطرشية. لو سكر فاني لهنا. بالنسبة للماء العطرشية ما نعرفش في الدول العربية الأخرى اسكو عندهم ولا لا، ما هو كيف ماء الورد وكيف ماء الزهر. لهنا نحط المكونات الكل مع بعضها ونخلط بالفوي حتى لين يذوب السكر، ولهنا نبدأ نزيد في الزيت بشوية بشوية وميمتون قاعدة نركض. ما تستحقوش باش تعملوا ركاض كهربائي، هكا بركاض يدوي والا بفرشيطة والا تلبسوا دي غون وتخلطوا بيديكم كل شيء، دونك حاجة سهلة برشا. لهنا المكونات كل دخلت في بعضها والسكر ذاب. باش نحط الفارينة بالتدريج لهنا، كما قلت لكم انا باش نعطيكم كونتيتي صغيرة اللي هي 250 غرام فارينة. اذا كنت تحبوا كمية ما اكثر هكا تضربوا المكونات في 2. يا حبذا انكم تغربلوها الفارينة. انا لهنا عطيتكم مقادير متاع 250 غرام. 250 غرام هذيك تنجموا تزيدوا عليها والا تنقصوا انتم ونوعية الفارينة تشربوا والا لا. كما شفتوا ضفت ملعقة صغيرة من خميرة المرطبات، وتوا قاعدة نلم في العجينة متاعي بصوابعي. ما تعجنوهاش على خاطر العجينة متاع اليويو والصابلي عمرهم ما يتعجنوا، على خاطر هكاك يجيكم من بعديك يابس. كما تشوفوا لهنا قاعدة نلم بصوابع يديا. حسيت العجينة لهنا مازالت ناقصة، يعني 250 غرام هذيك ما كفتش. بالنسبة للي ما عندهمش ميزان 250 غرام فارينة تجيكم 13 مغرفة متاع ماكلة، يعني 13 ملعقة أكل مليانة. لهنا العجينة متاعي كما قلت لكم قاعدة ناقصة، حطيت زدت معاهم مغرفة متاع ماكلة فارينة، ملعقة واحدة بركة زدت، وتلمت لي معناها العجينة متاعي وأمورها واضحة. بالنسبة للعجينة لهنا يعني مانيش قاعدة نعجن جست اللم، أما أنا مسرعة في الفيديو. تلموا العجينة متاعكم وتخليوها ترتاح حتى ليسخن الزيت. كما قلت لكم الى اليويو هذايا راهو الزمني الاصلي كما تعملوا مماتي وتعملوا امي، غير احنا جيلنا توا جديد وهنا نحطوا الياغورت ناتوريل، فما شكون يحط كريم ليكيد، فما شكون اللي يحط الحليب. ما هو الاصلي والزمني راهو يجيب الماء متاع العطرشيه والسكر وزيت فقط معناه، ويجيكم هشوش هشوش صدقوني بنا فيه غير عاديه. لهنا بعد ما لميت الباط متاعي مليح كما قلت لكم العجينه تجي طريه ما تجيش يابسه برشا، ندهنها بالزيت ونخليها ترتاح شويه. لهنا العجينه متاعي ارتاحت تقريبا 30 دقيقه. راهو لهنا الراحه متاعها مش معناها باش تخمر ولا حاجه، لا، جوست باش العجينه من بعديك كيف تجيو تحلوها بالمدلك، يعني تمشي معاكم، فهمتوا. واستيوس لهنا ماذا بيكم اليويو تحلوه بالزيت، يعني تدهنوا البلان ترافاي متاعكم بالزيت وتحلوه بالزيت، على خاطر بالفارينة اول حاجة البات باش تشرب الفارينة وتيبس، والبات لكن يبست اليويو راهو يجيكم يابس وما يجيكمش بنين. وفي نفس الوقت كيف تحلوه بالفارينة يعمل برشا كشكوشة من بعد في الزيت، وهذيك تقلقكم في القليان. بالنسبة لهنا تاخذوا امبورت بيس والا كيس كما تحبوا انتوما، وتشوفوا اي حاجه معناها تكون مدوره صغيره والا قطعه متاع دبوس برفان تغسلوه وتقصوا بيها الدوائر في الوسط ثقب، والا ثم لامبورت بيس هذه شريتها من الاسواق العربي في تونس العاصمه، والحق ما نستعملهاش خاطر ما عجبتنيش ونحسها ماهيش براتيك جمله.
دونك نستعمل ديما سواء كيس ولا لامبورت بيس الخضراء هذيك، ونشوف اي بوشة دوبي معناها تكون فمها صغير، ونعمل بها الثقب الوسطانيين هذوكم. لهنا نحيت الزايد الكل باش نعاود نلمو لمين بيدي ونخليه يرتاح مدة 10 دقائق باش نجم نعاود نحلو مرة أخرى بالقلقة. لهنا خيط طبق كسوسوا تدهنوه بالزيت ولا تفرشوا عليه معناها بابي كويسون، وتحطوا عليه كعبة اليويو متاعكم باش ميلصقكمش في الطبق. الكونتيتي هذه عملت لي 26 كعبة تقريبا. توا باش نمشي نحط نقليها على زيت يكون حامي على نار متوسطة، والزيت تقريبا عنده نص ساعة ملي قاعد يسخن. باهي لهنا حبيت نوريكم طريقة الشحور. الله غالب ما تصورتليش السيكونس. الشحور متاع اليويو راهو يجي عاقد شوية ميجي جاري. بالنسبة للمقادير 2 كيسان سكر، عليهم كاس وربع ماء، وين تحطوهم على نار هما يغليو يعملوا الفقاعات، وانتم تحطوا ملعقة متاع اكل عصير الليمون، وتحسبوا 15 دقيقة يغلي وتطفيو عليه. كما قلت لكم الشحور متاع اليويو راهو يجي عقد شوية، اذا كان باش يجي خفيف دونك عبارة انتم سقيتوه بالماء والسكر، يجيكم ماهوش بنين ويجيكم مطري من داخل ياسر. لهنا الزيت متاعي كما قلت لكم عنده نص ساعة ملي قاعد يسخن على نار متوسطة، باش نحط الكعبات متاعي تقلاو، وكل مرة وين يطلعوا هما يطفوا فوق الزيت الفوق، كل مرة نقعد نقلب فيهم. ماذا بيكم ما تقلوش في القلاية على خاطر القلاية فمها واسع وتاكلكم برشا زيت. دونك لهنا احنا باش نستحفظوا شوية، تاخذوا كسرونة تكون معناها متوسط الحجم وميم طون غارقة، تحطوا فيها الزيت هكاك ما تخسروش برشا زيت، واحسن انكم كيف تقليو في حاجة غارقة معناه، لاني قعدت كل مرة نقلب شوية شوية. راهو اليويو يحب وسع البال، دونك وسعوا بالكم معاه حتى لين يحمروا الكعبات، وكما قلت لكم تقليوها على نار متوسطة باش هكاك يطيب لكم من داخل ما يجيكمش معجن ويتصهد من برا يتحرق لكم. لهنا الكعبات متاعي حمارو كما شفتوا، هذا اللون اللي نحب عليه. انتم لكم حرية الاختيار، تحبوه غامق برشا معناها ناضج برشا والا لا. بالنسبه لي انا هكا سافا، على خاطر كي باش يتشحر باش يزيد يغمق اكثر. بالنسبه للشعيرات هذوكم اللي شفتوهم في الشحور، انا حطيت في الشحور متاعي شويه زعفران باش يعطيني كاللون الاصفر المزيان، راهو يزين كعبة اليويو ويعطي بنا معناها محليها في اليويو. بالنسبة لهنا أنا اليويو منحبوش معناها مسقي برشا، جست ما يبدأ اليويو سخون والشحور يكون بارد، نحطه في الشحور ديريكت ونخلطه ونخليه يستقطر في الكسكيس على روحه. إذا كنتم تحبوا الكعبة متاع اليويو راوية من داخل برشا، خليوه مدة دقيقة هكاك في وسط الشحور ومن بعديك سقطروه. كما تشوفوا هذو مكعبات اليويو متاعنا، بسم الله ما شاء الله جاو بنين على الاخر. شوفوا الكعبات كيفاش معسلين، لونهم ذهبي مزيان دوري كما نحبهم انا. تنجموا تعملوهم اغمق هكا من هكا شويه كما تحبوا انتم. بالنسبه لي انا اللون هذايا شفتوه، اللون هذايا عندي انا بيرفكت ديجا. هذوما خيطهم كعيبات سيك ما فيهم حتى شيء، تنجموا ترشوا عليهم جلجلين اذا كان تحبوا جلجلين. وبالنسبه للكعيبات هذوما عملتهم بشويه فاكهه، عندي شويه فاكهه كونكاسي مخلطه لوز وبفريوه وبيستاش. عملت الكعيبات هذوما. طاو باش نحل لكم كعبه من داخل باش تشوفوها كيفاش. اذا كان تحبوه كما قلت لكم مشحر اكثر تخليوه اكثر مده في وسط الشحور. بالنسبه لي انا هكا نحبه يقرمش وبنين هشوش. شكل هشاشه حاسين نحكي لكمش قداش هشوش وبنين. وحاولوا كان عندكم شويه زعفران تحطوا كعيبات زعفران في وسط الشحور راهو يبنن برشا. نحل لكم كعبه من هذا عملته بالفاكهه، وراهو اليويو ما يفوتش نهارين ميم با معناتها نهارين 3 ايام وما عادش يتاكل راه كما تشوفوا هكا جاي بنين وهشوش كما قلت لكم.
وانتم الشحور تحكموا فيه. بالنسبه لي انا هكا نحبه مع كاس حليب بارد، بنه 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 عالميه. ان شاء الله عجبتكم الوصفه، ان شاء الله نالت رضاكم. ما تنسوش باش تحطوا لي برشا جمايل وتشيروا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم. واذا كان عندكم تساؤلات والا تحبوا وصفه معينه خليوا لي في الكومنتات. بسلامه، في امان الله، باي باي.